أهلا بيكم. فيلم سوبر ماركت واحد من أهم 100 فيلم في السينما المصرية. الفيلم بيعتبر من الأفلام النادرة جدا واللي مش منتشر قوي على الإنترنت. الفيلم من إنتاج سنة 1990 ومن إخراج محمد خان. بيبدأ الفيلم برمزي واللي بيكون شغال عازف بيانو في أوتيل من أوتيلات القاهرة، وبيسلم عليه الدكتور عزمي، وساعتها بيعزمه رمزي على عيد ميلاده اللي بيكون في نفس اليوم. ولما بتسأله البنت اللي قاعدة مع عزمي إذا كان رمزي يبقى صاحبه، فبيرد عزمي وبيقول لها إنه مستحيل يصاحب بيانيست شغال في أوتيل. وتاني يوم بيكون رمزي مشغل المزيكا بصوت عالي قوي، فبتصحى مراته منى وأختها اللي نايمين جنب بعض وهما مفزوعين، وبيتخانق رمزي مع مراته وأختها بسبب صوت المزيكا العالي. وبتفكروا أخت مراته إنه قاعد في بيتها ولازم يحترم البيت واللي فيه، فبيلم رمزي حاجته وبيمشي وبياخد عربية نقل ينقل فيها حاجته، وبيبان إن اتحط في وسط الشنط بتاعته شنطة غريبة عليه. وبيروح يقعد رمزي في بيت أمه واللي بيبان إنها مش راضية عن جوازه من منى لأنها بتشتغل راقصة باليه. وبيخبط الباب، وبتكون ناهد بنت الست جارتهم اللي اسمها أميرة، وبتكون عازماه على فاكهة اللي هو بيحبها، وكمان جدها عزمه على لعبة طاولة كالعادة. وبيروح رمزي لبيت أميرة، واللي بيكون واضح إن في ما بينهم علاقة صداقة قديمة معاها ومع أبوها. وبيبدأ يحكي رمزي لأميرة وأبوها على معاناته مع مراته وأختها، واللي بيتحكموا في كل تفاصيل حياته. ولما بيروح رمزي لشغله بيبلغوا مديره إن العقد بتاعه خلص والأوتيل مش هيجدد العقد معاه. بعدها بيطلب منه دكتور عزمي إنه يروح له يوم الخميس اللي جاي علشان عايزه يعزف في حفلة هو عاملها بسبب إنه لسه مخلص عقد بيزنس جديد، وبيديله العنوان عشان يروح له. بس لما بيروح رمزي بيكون مش مبسوط لأن كل اللي موجودين أغنياء وهو مش متأقلم معاهم، وكمان البيانو ما بيكونش موجود في البيت بس بيكون موجود في مركب على النيل بيروحوا له. والصبح بيحكي رمزي الأميرة على الحياة بتاعت الأغنياء اللي شافها ليلة امبارح، وبيكون عايز يعيش نفس العيشة بتاعتهم. ولما بتكون أميرة في محل السوبر ماركت اللي بتشتغل فيه بتتفاجئ بخالد طليقها جاي لها بعد ما رجع من الكويت، وبيكون قضى في الكويت 10 سنين وبقى غني جدا. وبيقول لها إنه هيستناها بعد الشغل. وفي الطريق بنعرف إنه كان ناسي بنته خالص طول فترة سفره، وبيتفق خالد معاها إنه عايز يجي يشوف بنتهم بكرة. وفي البيت بتكون أميرة بتقول لبنتها إن أبوها عايز يشوفها، بس البنت بتكون ما تعرفش عنه أي حاجة وحتى مش مهتمة إنها تشوفه، خصوصا بعد ما أميرة لغت خالد من حياة بنتهم خالص. وفجأة بتتعب البنت وبتحس بتعب جامد في بطنها، بس برضه بتنزل وتروح مدرستها. وفي بيت رمزي بتروح له مراته عشان تصالحه بعد ما سابها في بيت أختها من غير ما يسأل عليها، وبيقول لها إنه ما بقاش عنده شغل لأن الفندق رفض تجديد العقد معاه. وبيتصالحوا وبيحضنوا بعض، وبتعرض عليه منى إنه يشتغل في فرقة أفراح بدل ما هو قاعد من غير شغل، فبينفعل عليها رمزي عشان حاسس إن مستواه أعلى من كده. وبيقول لها على عرض الدكتور عزمي ليه، فبتسيبه منى وبتمشي. والصبح بتحكي أميرة الرمزي على إن خالد عايز يشوف بنته، فبيطمنها رمزي إنه عمره ما هيعرف ياخد بنتها منها. وبيروح رمزي مع ناهد عشان يوصلها تشوف أبوها، وبتكون ناهد متضايقة لأنها مش عايزة تقابله، وبيسيبها رمزي مع أبوها وبيمشي. وبتكون طول القعدة البنت متضايقة إنها مع أبوها، وفي الآخر بيرجعها رمزي تاني لأميرة بعد ما بتكون خلصت. وبيروح رمزي عشان يقابل دكتور عزمي، واللي بيكون جراح مشهور جدا وشاطر، وبيعرض عليه عزمي إنه يروح يقضي معاه الويك إند بتاعه عشان عايز يتكلم معاه في الشغل. وفي اليوم المحدد بينزل رمزي وبيركب العربية اللي بعتها له عزمي عشان تاخده من قدام البيت، وبيدخل رمزي وهو مبهور بالمزرعة بتاعت عزمي، واللي بيعرض عليه إنه لو عايز يبقى مليونير يبقى لازم يصاحب مليونيرات. ولما بيرجع رمزي للبيت بيقابل أميرة، واللي بتحذره من عزمي واللي زيه لأنها مش حاسة إنه كويس. وبنروح لبيت أميرة واللي بتكون بتتخانق مع خالد بعد ما رجع وعايز يرجع علاقته ببنته بعد ما بقى غني، وبيقنعها أبوها إنها تدي خالد حقوقه في رؤية بنته بدل ما يلجأ للقانون، وساعتها هياخد البنت بالعافية. ولما بتقعد أميرة مع بنتها بتقول لها إن أبوها عايز يفسحها في فندق كام يوم،
وهتكون معاهم مرات خالد الجديدة. وبتوافق ناهد خصوصا بعد ما ابتدت تعرف إن أبوها غني وعنده فلوس. ولما بيتقابلوا بيبتدي خالد يصلح علاقته مع بنته. أما عند رمزي فبيكون بيجهز عشان يخرج مع أميرة عشان يحاول يخرجها من زعلها إن بنتها بعدت عنها لأول مرة. ولما بيروحوا الفندق اللي كان شغال فيه رمزي بيشوفوا عزمي وهو قاعد هناك، وبيبتدي يعزمهم عزمي على حاجة عشان يشربوها. وبتتضايق أميرة من عزمي إنه طول الوقت بيتمنظر بفلوسه، فبياخدها رمزي ويمشوا قبل ما تحصل مشاكل. وبترجع ناهد بعد ما قضت اليومين مع أبوها، وبيكون باين إن البنت بقت مبهورة بفلوس أبوها الغني، ودي حاجة ضايقت أميرة قوي. أما في فيلا عزمي فبيكون جاب رمزي عشان يعلمه اللعب على البيانو، في مقابل إنه يعلمه إزاي يبقى مليونير. ولما بيسأله عزمي إنه عايز يشوف أميرة لأنها عجبته، بيتضايق رمزي وبيقوم يمشي. وعند أميرة بتكون ناهد تعبانة قوي وبطنها فيها وجع غريب. ولما بيروحوا للمستشفى عزمي بيعرفهم إنها عندها الزايدة، وبيبدأ عزمي يلمس أميرة وهو بيكلمها، وبيقول لها إنه هيعمل العملية دي ببلاش رغم إن المستشفى استثماري وغالية. وتاني يوم بعد العملية بتروح أميرة الصبح عشان تشوف بنتها، وبتتفاجئ بخالد ومراته قاعدين في المستشفى. وبيكون خالد متضايق من أميرة لأنها خبت عنه إن بنته بتعمل عملية، وبيقول لها إن البنت طلبت إنها تقضي فترة النقاهة بتاعة العملية عنده في البيت. فبتتصدم أميرة إن بنتها بقت عايزة تعيش مع أبوها. ولما بيسأل خالد عن حساب المستشفى وبيصمم إنه يدفع الفلوس، فبيقول له عزمي إن المصاريف 10,000 جنيه. فبيكتب له خالد شيك ب15,000 تحت الحساب. وبتتصدم أميرة من إن خالد بقى غني قوي. أما عزمي فبياخد الشيك وبيحرقه قدام أميرة لأنه كان عايز يساعد أميرة مش عشان الفلوس. بعدها بيقعد عزمي يتعلم بيانو من رمزي، بس عزمي بيبتدي يحس بالملل من طريقة رمزي في التدريس، فبيقوموا يشربوا حاجة. وقتها بيتكلموا إن بنت أميرة هتسيب أمها وتروح لأبوها بسبب الفلوس اللي بقت مع أبوها. وبيقول له إن كان عايز يبقى مليونير لازم يسيب أخلاقه على جنب. وبياخدوا عزمي لمقر شركاته وبيحضروا اجتماع بيزنس مع بعض، وبيكون رمزي تايه بينهم ومش فاهم ايه اللي بيحصل حواليه. ولما بيروح رمزي وبيقعد مع ابو اميرة بيقوله على الموضوع انه كبير ومحتاج تنازلات كتير. وبيلاقي اميرة قاعدة مصدومة عشان بنتها سابتها واختارت انها تعيش مع ابوها. وناهد بتكون بتلعب مع ابوها، وبعدها بيجهزوا عشان يروحوا ديسكو مع بعض. وبتدخل ناهد تقول لمرات ابوها يا ماما، وبيبان إن ناهد اندمجت معاهم قوي. وبتروح بعدها ناهد بفستان سهرة لأمها قبل ما تخرج مع أبوها. وبتتصدم أميرة من شكل بنتها اللي اتغير تماما. وتاني يوم بتروح أميرة تاخد بنتها من بيت أبوها، بس البنت بتاخد أميرة وبتبتدي تفرجها على البيت. وبتنفعل عليها أميرة لما بتسمعها بتقول عن مرات أبوها يا ماما، وبتضربها وهي بتزعلها وبتقول لها إنها لسه عايشة ومش من حقها تقول ماما لأي حد غيرها. أما عند عزمي فبيكون بيحاول يقنع رمزي إنه يجيب له أميرة تسهر معاه، فبيهزقه رمزي وبيقول له إنه مش قواد وبيسيبه ويمشي. وبتدخل أم رمزي عليه وبتقول له إن أخت مراته بره وعايزاه. فبيخرج رمزي وهو مشغل المزيكا على أعلى صوت، ورغم إن الصوت عالي بتوافق أخت مراته إنه يشغل المزيكا اللي هو عايزها، بس يرجع تاني لأختها عشان يعيشوا مع بعض. فبيوافق رمزي إنه يرجع لمراته. وبيروح عزمي للسوبر ماركت اللي شغالة فيه أميرة على إنه زبون، وبيعرف إن بنتها سابتها وعايشة مع أبوها خلاص. وبيستناها بره السوبر ماركت عشان يوصلها، وبتركب معاه العربية عشان تروح بيتها. وقبل ما يمشي رمزي من بيت أمه بيروح يزور أميرة، واللي بتقوله إنها مش هتهدى غير لما هي كمان يبقى معاها فلوس عشان تقدر ترجع بيها بنتها لحضنها تاني. ولما بينقل رمزي حاجته في العربية بيجي عيل صغير وبيسرق الشنطة اللي كانت اتحطت في الأول خالص ضمن الشنط بتاعت رمزي، بس بيمسكوه الناس والعسكري بتاع المرور. ولما بيكون مع مراته بتقوله إنها بقت بتشتغل في فرقة رقص، فبيوافق رمزي على غير العادة على شغلها. وبيتفاجئوا بأخت مراته وهي داخلة بتقوله إن في عسكري عايزه بره. ولما بيروح رمزي للقسم بيتفاجئ بالشنطة اللي ما يعرفش عنها حاجة، ولما بيفتحوها بيلاقوا فيها فلوس كتير جدا. فبيتفاجئ رمزي انه طول الوقت ده كان معاه فلوس تخليه اغنى من كل الناس اللي حواليه، بس هو ما كانش يعرف عنها حاجة. وعند خالد
فبتقول بنته ليه إن أمها وحشتها وإنها عايزة تقضي الوقت بين أبوها وأمها، فبيوافق خالد طالما بنته هتبقى مرتاحة. ولما بتكون أميرة بتطمن على ناهد في المستشفى، بيعرض عليها عزمي إنهم يخرجوا مع بعض. ولما بيرجعوا البيت، بتقول أميرة لبنتها إن عزمي أغنى من أبوها، فالبنت عينيها بتزغلل لأن عزمي عنده فلوس أكتر. وبعد فترة كبيرة، لما بيكون رمزي ماشي بعربيته، بيشوف أميرة واقفة قدام مول كبير مكتوب عليه أميرة سنتر. ولما بيروح يطمن على أمه، بيعرف منها إن أبو أميرة مات وأميرة مشيت من الشقة واتجوزت. بعدها بيجي الرمزي جواب من الأوتيل اللي كان شغال فيه، وبيقولوا له إن عقده اتجدد وعايزينه يعزف تاني في الأوتيل. ولما بيكون بيعزف هناك، بيتفاجئ إن حد بعت له فلوس كتبس. ولما بيقوم عشان يشوف مين اللي بعت له الفلوس، بيتفاجئ إن ده يبقى عزمي ومعاه أميرة. وبيلاقي أميرة شكلها اتغير خالص، وبيشوفهم وهم داخلين الأسانسير مع بعض وهو مش مصدق نفسه. وبيمشي رمزي بعربيته وبيبدأ يفتكر كل اللي حصل له، وبيضحك زي المجنون من الدنيا واللي بيحصل فيها. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب عشان الفيلم الجاي مفاجأة. وقول لنا في التعليقات، لو انت مكان رمزي كنت هتبيع أخلاقك وحدودك عشان تبقى غني، ولا هتعمل زيه؟ سلام.